بص بقى يا معلم، انا متجوز واحده غريبه جدا. احنا بقالنا سنتين متجوزين، وامبارح لقيتها داخله عليا بكل هدوء وبتقول لي ايه رايك تتجوز؟ انا جبت لك عروستين ولاد حلال. انا طبعا ضحكت وقلت لها لا يا حبيبتي، انت عندي بالدنيا كلها، لان بصراحه كنت متاكد انها بتهزر. يعني هو في ست في الكوكب ده تقول لجوزها كده وتكون بتتكلم بجد؟ وصباح الفل، يعني اي راجل هيسمع الكلام ده ويصدقه يبقى عبيط، والله يرحمه. في نفس الوقت يعني مثلا ابويا في مره فكر يتجوز على امي، ساعتها امي خلت ناس خطفوني لمده شهر ويطلبوا منه فديه. المهم نرجع لمراتي بقى، اللي لقيت منها الحاح غريب في الموضوع ده، وبدات احس انها بتتكلم بجد، وقالت لي على الفكره انا كلمتهم وهم موافقين. انا عيني لمعت كده وبدات افكر في الموضوع، بس قلت لنفسي اثبت يا فواز، وقلت لها يا حبيبتي انت ماليه حياتي. قالت لي بص، العروستين دول صاحبتي وبنت عمي والاتنين ولاد حلال، واتفقنا اننا هنعيش كلنا في نفس البيت وهنكون اسره واحده ونساهم كلنا في المصاريف. ده غير اني سبت لك حريه الاختيار في الزوجه الرابعه. انا هنا عقلي راح بعيد وتخيلت نفسي وانا متجوز 4، بس رجعت بسرعه لارض الواقع وما كنتش مطمن لها وحاسس ان في فخ في الموضوع، فتلقائي رفضت وقلت لها لا يا ستي، احنا كفايه عايشين مع بعض وانا بحبك. المفاجاه لما ردت ولقيتها بتقول لي عارف يا حبيبي انا بقول لك كده ليه؟ علشان الشرع محللك 4، وبص حواليك نسبه العنوسه بقت عامله ازاي. وبعدين بدل ما تروح في يوم من الايام تتجوز عليا من ورايا، انا جايبه لك عروستين من ايدي وهرتاح معاهم. وعلشان تقنعني اكتر قالت لي مش عارفه انت مش راضي ليه؟ فيها ايه لو كل 4 بنات اختاروا راجل يتجوزهم وساعتها يعيشوا مع بعض ويساعدوا بعض، هتبقى الحياه زي الفل. المهم انا لحد دلوقتي مرعوب ومش عارف ارد ومحتار ومش عارف اعمل ايه. العرض مغري بصراحه.